هو انا النهارده بعد ما ادفع القيمه الايجاريه بتاعتي، اذا كانت المنطقه بتاعتي متميزه او متوسطه او اقتصاديه اللي هو ال1000 او ال250 او ال400، هو انا بعد يعني انا كل سنه بقى هدفع ال250 ولا في زياده؟ وبناء على ايه وايه القصه دي كلها؟ معاكم جرجس عادل المحامي، وده برنامج صاحب قضيه، وبنناقش قانون الايجار القديم او تعديلات قانون الايجار القديم اللي صدرت يوم 4/8، وهيتم التنفيذ بيها ويتم العمل بيها من اليوم التالي لنشر القانون اللي هو يوم 5/8. الزياده 15%. يعني انت النهارده الاول هتشوف زي ما شرحنا قبل كده، واللي متابعنا هيعرف الكلام ده كله. انت الاول هتعرف انت الشقه بتاعتك في منطقه متميزه ولا اقتصاديه ولا متوسطه، لان كل واحده ليها الثمن بتاعها. لو منطقه متميزه طبعا بتدفع حد ادنى 1000 جنيه، وال1000 جنيه دي انت الاول قبل ما بتدفع ال1000 جنيه بتشوف طبعا في الحي، وبتشوف انت تبع انهي منطقه، والايجار بتاعك القيمه بتاعتك اللي موجوده في عقد الايجار القديم اللي هو قبل 96 بيترفع ل 20 المثل. وبعد ما بتدفع 20 المثل لو جاب ال1000 بتدفع ال1000، اكتر من 1000 بتدفع ال1000 اللي هو اكتر من 1000. اقل من ال1000 جه مثلا 20 المثل للايجار اللي موجود في المنطقه المتميزه مثلا 900، لا هتدفع ال1000. طب وبعد كده عقدك هينتهي في خلال 7 سنين لو انت كانت الشقه بتاعتك لغرض السكن. وبعد كده من اول بقى 5/8/2025 انت كده بتدفع ال1000 جنيه بتاعتك. طبعا ينطبق عليه بقى المنطقه المتوسطه والمنطقه اللي هي الاقتصاديه، نفس الكلام اللي هو ايه، انت هتدفع ال1000 او هتدفع 400 في المنطقه المتوسطه او ال250 في المنطقه الاقتصاديه. ماذا بعد؟ الزياده بقى، الزياده هي 15% من المبلغ اللي انت هتدفعه. دي زياده سنويه مش 10%، لا 15%. انت لو بتدفع 1000 جنيه في المنطقه المتميزه السنه اللي جايه اللي هو من امتى بقى السنه؟ 5/8/2025، يبقى السنة اللي بعدها 5/8/2026. هنا هيبتدي بقى مش بتدفع 1000، تدفع ال1000 وال15%. طب لو انت كانت شقتك في المنطقة المتوسطة هتدفع ال400 كحد ادنى. طب انت جيت حسبت ال10 امثال القيمة بتاعتك لقيتها 450، يبقى هتدفع 450 وهتدفع ال15% ل 450، وتشوف الايجار هيبقى كام على حسب بقى كل منطقه. طب انت لو منطقه اقتصاديه ما انت حد ادنى 250، طب طلع ان المنطقه انت في منطقه اقتصاديه وكنت بتدفع مبلغ مع 10 امثال وصل لك القيمه بتاعتك 300 جنيه، هتدفع 300. وكل سنه من 2026 بقى وتحديدا 5/8/2026 هيبتدي تدفع من هنا 15% زياده على القيمه بتاعتك. اذا انت الزياده بتاعتك إذا كنت منطقة متميزة اقتصادية متوسطة 15%، هتبدأ من الزيادة من السنة التالية لتنفيذ القانون اللي هو أنت بتنفذ القانون 5/8/2025، يبقى بنبتدي بقى من 5/8/2026 الإيجار يبتدي يزيد معانا 15% من القيمة اللي احنا قلنا عليها وفصلناها مع بعض. كان معاكم جرجس عادل المحامي، وده حلقة جديدة من برنامج صاحب قضية. شكرا لمتابعتكم.